وبلا ما تشريها بثمن غالي اليوم ان شاء الله غادي نصاوبها معاك بالخنشه ديال الدقيق، غتحميك بزاف هاد العراضه ديال الباب، لا من الغبره ولا من الحشرات. كتعرفوا البنات فاش كيسخن الحال دابا راه كيبداو يدخلوا لكم الحشرات الرقاق والغبره، فهذه زوينه بزاف هاد العراضه. الا خديتوها كتاخدوها غاليه شي شويه، فغنصاوبوها غير من الخنشه ديال الدقيق، غادي طيح عليكم فابور. المهم هنا غير الخنشه الدقيق فاش تخويوها غسلوها وغادي نجيبوها غنحطوا عليها العبارات. بالنسبه للعبارات البنات في العرض ديروا 15 سنتيم وفي الطول ديروا 80 سنتيم، ولكن كل وحده وتاخد العبارات على حساب الباب ديالها، تاخدوا غير العرض ديال الباب وصافي. وبالنسبه غير الطول هكا ماشي الطول ديال الباب على الوقفتها، المهم العرض ديال هذا الباب هو غديروه هو الطول، العرض الباب هو الطول صافي. وبالنسبه للعرض هذا اللي غادي نديرو اللي غيجينا لتحت ديروه 15 سنتيم. بالنسبه للعبار ديال العرض ديال الباب ديالي البنات لقيت فيها انا 78 وزدتها 2 ديال السنتيم ديال الخياطه، داكشي علاش درت 80 سنتيم. حتى نتوما عبروا الباب العرض ديالها شحال وزيدوا 2 سنتيم الخياطه اللي غادي نجمعوا في الجناب باش هكا تجينا هي هذيك صافي. هنايا هانتوما قلبت الخنشه باش هذا هو الجهه اللي غادي تجي في الوجه، هذا الجهه البيضاء، يعني ما يجيناش ديك الزبق هكا ديال الخنشه، خليو داكشي يجي من الداخل صافي. تنيتها هنا وثبتها مزيان بالبانكيت. كنجي لهاد الجهه التحتانيه كندير فيها 6 سنتيم والجهه الفوقانيه 6 سنتيم، وهذيك الجهه الوسطانيه فين غتدخل الباب كنديروا 3 سنتيم. انا هنايا راني غتلاحظوا معايا، المهم تبعوا الفيديو حتى للاخير باش تفهموا مزيان. المهم نتوما انا عطيتكم القياسات المضبوطه. انا حيت هنا في الاول درت 5 سنتيم في الوسط خليتها، حيت انا بانت لي الباب ديالي عريضه من التحت، قلت ربما ما يدخليش فيها هاد العراضه، ولكني من بعد تشوفوا وليت نقصت 2 ديال السنتيم، يعني درت بقات غير 3 سنتيم في الوسط. كتجي هي هذيك، حيت حنا عندنا الغرض ضروري باش هاد الجنيبات ما نعمروهم باللواط يجيو مزيرين على الباب صافي. دابا هانتوما كنسد غير 2 ديال الجهات بالخياطه ديك بالنسبه للجوانب، ديك الجهه اللي ملهيه الجهه اللي من جهتي من هذه اللي فيها الخط احمر راها خلاص مسدوده حيت كانت متنيه الخنشه. وكنجي لديك الوسط ديك اللي مطراسيه بالستيلو كنسدهم بالخياطه حتى هما. هنايا نقي مزيان هاد الجوانب حيت مازال غادي ندوز عليهم بالبي في التالي. هذا هو البي اللي غادي ندير انا في الجناب ديال الخنشه. ممكن ديروا غير من شي توب، اي توب عندكم ديروه، انا غير صاب عندي هاد البي قلت غنديرو صافي. نقي الجوانب مزيان باش هكا يدخل لي البي فيه. غادي نجي من هاد الجهه هذه التحتانيه غادي نسدوها اللي كتجي من هذه اللي غادي تجينا من جهه الحيط، يعني داك التالي ديال الباب ملهيه يسدوها. نخليو غير الجهه اللي من جهتنا منين غادي مازال غادي نعمروا اللاواط هي اللي نخليوها مفتوحه منين ندخلوا اللاواط صافي. ونسدو دابا هاد الجوانب. غنخليو ديك الجهه اللي من جهتي اللي غادي ندخلوها منها اللاواط هذيك حتى للتالي وتا هي، وغادي نفينيوها بالبيه حتى هي، يعني كتجي مفينيه من الجناب ومن كل شيء. ها نتوما شفتوا. غنجي دابا لهاد الجنيب هذا، هذه راه اصلا هاد الجهه كانت مسدوده من الاول حيت الخنشه كانت على 2 بقات ليا مسدوده، ولكن حتى هي نديروا لها اللاواط حتى هي نديروا لها هاد البي من هنا باش يجيونا القياسات مقادين. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح وديروها البنات راها زوينه حتى بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في المدن ديروها، راه تيدخلوا الحشرات دابا في الصيف في اي بلاصه. وتا حساب الغبره كتجي سديده من تحت ما تدخلكش حتى النمله صافي. ها نتوما دابا شنو بقالي فينيتها من الجناب بقات لي هاد الجهه اللي من هنايا محلوله غادي ندخلو منها هاد اللاواط هذا. نجيبو شي مغرفه د الخشب ولا شي قطيب ولا شي حاجه منين نبقاو ندفعوا هاد اللاواط يدخل لينا لداخل. دابا هاد الجويهات هادو اللي خلينا فيهم 6 سنتيم اللي كنعمروا دابا باللاواط راهم اللي كيحميو لينا الباب، وحيده كتجي من الداخل ديال الباب وحيده كتجي من البرا ديال الباب. صراحه فكره البنات زوينه بزاف. انا كنت بغيت هذه نشريها عام الاول، وكنت كنمشي لكارفور كنلقاها غاليه، وليت سولت عليها هاد العام نفس المشكل، وفكرت قلت علاش لا ما نخيطهاش لراسي وهكا نشاركها معكم تستافدوا حتى نتوما. انا عارفه هاد المشكل راه تيكون عند جميع الناس كيف قلت لكم، لا في البوادي ولا حتى في المدن، خصوصا في هاد ملي كيسخن الحال دابا كيبداو الحشرات يدخلوا. فهاد السداده هادي او هاد العراضه راها زوينه ديال الباب غتحميك من الغبره، حتى النمله ما تدخلش لك تحت الباب. زوينه صراحه، لا اللي عندها الباب الخشب ولا اللي عندها الباب ديال الحديد بحالي. المهم خدامه لكل شيء. بغيتو ديروا البنات في عوطه انا خليت الخنشه هكاك، بغيتو نتوما تغلفوا الخنشه غلفوها صافي. هانتوما من بعد ما خيطتها كيف قلت لكم كنت خليت فيها 5 سنتيم في الوسط، شوفوا كيفاش جاتني عريضه. دابا غادي نرجعها للماكينه وغادي نقص منها، هي خصها تجي بحال هكا شفتوا
هي راه خدامة ولكن لا كتمشي وتجي فيها الباب، أنا خصني تجي مشدودة على الباب. صافي ها نتوما غادي نقص دابا 2 سنتيم من هنا من الوسط، غادي المهم نمشي انا معاها هاد بالماكينة من الخياطه هادي جهة دابا اللي وغادي زدت في نعاود التالي راه نثبتها ما من الجهة غديروهاش الأخرى. نتوما، حيت انا درت 5 سنتيم في الوسط، انا راه عطيتكم قياسات مضبوطه، ديروا غير 3 سنتيم نتوما في الوسط، داكشي علاش انا نقصت 2 سنتيم هنا، باش هكا تجي لي مجموعه على الباب مزيانه وتجي مزيره. صافي هنا من بعد ما درت هذيك 2 سنتيم انا من التحت عاودت ثبتها بالماكينه من الجهه الفوقانيه باش تثبت ليا ما تبقاش كتلعب هكا وهكا باش تجينا الباب مزيانه. صافي دابا غادي نمشيو للباب وتشوفوا كيفاش كتجي. ها نتوما دابا جات مزيانه، صراحه فكره واعره البنات غتنفعكم بزاف، حتى بالنسبه الا درتو الثوب وتوسخت لكم غتجبدوها من البلاصه منين حشيتها انا من هنا، صبنوها وتعاودوا ترجعوها، بغيتو تسيقوا حيد واحد فيها اللاواط وتعاودوا داكشي ترجعوها. علاش قلت صراحه نتقاسمها زوينه معكم حتى نتوما، تنفعكم حيت انا بزاف عارفاها وغتحميكم فكره من الغبره عمليه ومن وزوينه صراحه الحشرات. تنفعكم، غير مكلفه، هذا هو المهم وغتنفعكم بزاف. قولوا لي كيفاش جاتكم الفكره وخليو لي واحد ليك